أهلا بيكم مستمعينا في حلقة جديدة من حلقات نسمة صوت. صباح الفل أو مساء البهجة على حسب ما بتسمعونا دلوقتي. أنا جيت لكم في ميعادي رغم زحمة المواصلات. هعمل إيه؟ لازم أجي طبعا، ما هو محدش بياكلها بالساهل. فاكرين مين كان بيقول الجملة دي؟ النهاردة هنتكلم عن أصحاب الجملة دي، بس أنصحك ما تسمعش الحلقة دي في الضلمة، أديني حذرتك أهو. في حكايات كده يا جماعة بتحس إن الدنيا دي فيها وحوش لابسة وشوش بني آدمين. حكايات بتخليك تبص حواليك بخوف وتشك في أقرب الناس ليك. تصدق؟ هتصدق إن شاء الله. حكايتنا النهاردة واحدة من الحكايات دي. احنا بنتكلم عن فترة كانت فيها مدينة اسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط عايشة في كابوس كبير أبطاله 2 ستات. أيوة والله ستات، كان أسمائهم لوحدها ترعب مدينة بحالها وتخلي الستات ما تخرجش من بيوتها بعد المغرب. بنتكلم عن مين؟ عن ريا وسكينة. الاسمين دول ما بقوش مجرد أسماء، دول كانوا مثل حي على الغدر والخيانة والقتل بدم بارد. كانوا أختين بس عاملين زي الكومبو القاتل، واحدة تدبر والتانية تنفذ. لا وإيه، كبروا العصابة وجوز كل واحدة دخل في الخية ولموا شوية بلطجية. عملوا سلسلة جرائم بشعة هزت الرأي العام في مصر كلها في أوائل القرن 20. وإيه كانت دوافعهم يا ترى وقتها؟ هل هو الفقر والجوع ولا الطمع والجشع ولا في سر أكبر وأبشع ورا كل الدم ده؟ تعالوا معانا دلوقتي هنفتح ملف قضية ريا وسكينة، القضية اللي شغلت البوليس المصري سنين وخلت الناس ما تنامش الليل من الخوف. هنحاول نعرف مين هم ريا وسكينة بجد، وإيه حكاية الضحايا اللي كانوا بيستدرجوهم وتفاصيل الجرائم البشعة اللي عملوها، وإزاي الشبكة الإجرامية دي وقعت في الآخر. حضروا أعصابكم إذا كان لسه فيكوا أعصاب لقصة فيها كل تفاصيل الجريمة الكاملة على رأي عبلة كامل، بس المرة دي من قلب الواقع المصري. اسمعوا معايا كده، لازم الأول نعرف مين هم ريا وسكينة دول وجوم اسكندرية ازاي. ريا علي همام اللي صوتها عالي ومريب ووشها دايما يقول أنا مش جاية أهزر، وسكينة علي همام اللي في وشها شر ما يتشافش في كوابيس. اتولدوا في الصعيد في قرية تبع مركز الكلح شرق بمحافظة قنا. زي كتير من أهل الصعيد في الوقت ده، الفقر والجوع خلاهم يسيبوا بلدهم ويجوا يدوروا على لقمة العيش في اسكندرية، مدينة الأحلام والفرص. في الأول اشتغلوا في مصانع قطن وفي البيوت أو أي شغلانة كانت بتيجي في طريقهم. الحياة في اسكندرية ما كانتش سهلة، خصوصا للستات الفقراء المتغربين اللي جايين من بره. الفقر كان قاسي، والأحياء الشعبية زي اللبان وكرموز كانت مليانة بالجريمة والشغل البطال والمخدرات. بعد كده ريا اتجوزت واحد اسمه حسب الله سعيد مرعي، وسكينة اتجوزت محمد عبد العال. ومع الوقت بدلا ما يشتغلوا شغلانات شريفة بدأوا ينحرفوا لسكة اللي يروح ما يرجعش. العصابة بتاعتهم كبرت وبقى معاهم رجالة تانيين زي عرابي حسان وعبد الرازق يوسف. ومن سنة 1919 لحد سنة 1920 بدأت تحصل حاجات غريبة في اسكندرية. الستات بدأت تختفي واحدة ورا التانية. ستات أغلبهم حالتهم المادية كويسة شوية، لابسين دهب، يخرجوا من بيوتهم ما يرجعوش تاني. البلاغات كترت في البوليس والناس بدأت تقلق وتخاف على حريمهم وبناتهم. البوليس كان محتار، مفيش أي أثر للستات اللي بيختفوا دول، لا جثث ولا طلبات فدية ولا أي خط يوصل لحاجة، كأن الأرض انشقت وبلعتهم. إشاعات بقى بدأت تطلع في البلد، في عصابة بتخطف الستات، في سفاح مجهول، في سحر اسود. الرعب بقى مالي شوارع اسكندرية. يا ترى مين ورا الاختفاءات الغامضة دي؟ وإيه مصير الستات دول؟ اللي ما كانش حد يعرفه إن ريا وسكينة عصابتهم هما اللي ورا المصايب دي. كانوا شغالين بمنتهى الذكاء والدهاء الشيطاني. طريقتهم كانت واحدة تقريبا في كل مرة. كانوا بيركزوا في اختيار الضحية على الستات اللي شكلهم مريشين
لابسين دهب أو معاهم فلوس، وغالبا بيترددوا على الأسواق أو الحمامات الشعبية، أو حتى من جيرانهم ومعارفهم، يعني واكلين معاهم عيش وملح. ما هو اللي نعرفه أحسن من اللي ما نعرفوش يا ريا. يا خبر أبيض على الجبروت. كانوا يبدأوا يصاحبوا الضحية، كلام حلو وهزار لحد ما ياخدوا عليها وتثق فيهم. ساعات كانوا بيعرضوا عليها تشتري منهم حاجات بسعر رخيص، أو يعزموها على شربات في بيتهم. لما الضحية تدخل البيت بتاعهم، على فكرة كانوا بيغيروا البيت من وقت للتاني عشان ما يتكشفوش. كانوا بيشربوها حاجة فيها مخدر، أو يكمموا لها بقها فجأة ويخنقوها لحد ما تموت. يجي بقى دور الرجالة، يثبتوا الضحية ويخلصوا عليها تماما، وياخدوا كل دهبها وفلوسها وحاجتها القيمة، وبعدين يدفنوها تحت بلاط الأوضة اللي اتقتلت فيها. أيوة والله، كانوا بيدفنوا الجثث جوه البيوت اللي ساكنين فيها، عشان كده ما كانش حد بيلاقي أي أثر للضحايا. تخيلوا بيوت عايشين وقايمين ونايمين فيها، وتحت رجلهم مدفون جثث ستات بريئة قتلوهم بدم بارد عشان يسرقوا دهبهم. ايه القلوب دي؟ دول أكيد مش بشر. وإيه الجرأة دي اللي تخليهم يعملوا كده من غير ما عينيهم ترمش؟ فضلت العصابة دي شغالة بنفس الطريقة البشعة لمدة 2 سنين. خطفوا وقتلوا ودفنوا حوالي 17 ست، دي الأرقام اللي ذكرت في المحاضر. والبوليس عمال يلف حوالين نفسه ومش لاقي أي خيط، لحد ما حصلت حاجة ما كانتش لا على البال ولا على الخاطر، وكانت هي بداية النهاية لعصابة الرعب دي. في أواخر 1920 صاحب البيت اللي كانوا مأجرينه في حارة ماهر باشا حب يعمل شوية تصليحات كده في البيت بعد ما سابوه، وهو بيكسر في الأرضية لقى ريحة وحشة قوي طالعة، وبعدين اكتشف عظم بني آدمين. الراجل اتخض وجري على البوليس على طول. وفي نفس الفترة دي تقريبا حصلت حاجة تانية. الصبح بدري واحد ماشي في الشارع شم ريحة بخور قوية كده طالعة من بيت ريا وسكينة في حارة النجا. استغرب، لأن البخور ده عادة بيتعمل بالليل عشان يغطي على ريحة وحشة أو عشان أعمال سحر وشعوذة. الراجل شك وبلغ البوليس، اللي بدأ يربط الخيوط ببعضها. بلاغات الاختفاء، اكتشاف العظم، ريحة البخور الغريبة، كل ده بدأ يشاور صوابع الاتهام ناحية ريا وسكينة وعصابتهم. وبدأت التحقيقات تاخد شكل جدي، والقبض على أفراد العصابة واحد ورا التاني. في الأول كلهم أنكروا. ريا وسكينة عملوا فيها الحمل الوديع وقالوا إنهم ما يعرفوش حاجة عن أي حاجة، لكن مع الضغط في التحقيقات، ومع ظهور شهود شافوا الضحايا داخلين بيوتهم وما خرجوش، ومع اكتشاف جثث تانية مدفونة في بيوت مختلفة كانوا ساكنين فيها، بدأت العصابة تنهار وتعترف. الاعترافات كانت صادمة ومفزعة، كل واحد فيهم بدأ يرمي التهمة على التاني ويكشفوا تفاصيل الجرائم البشعة اللي عملوها. البلد كلها كانت متابعة أخبار التحقيقات والمحاكمة اللي اتعملت لهم، واللي تعتبر من أشهر المحاكمات في تاريخ القضاء المصري. يا ترى إيه كان مصير ريا وسكينة وعصابتهم بعد كل حاجة اتكشفت؟ صدر الحكم التاريخي سنة 1921، الإعدام شنقا على ريا وسكينة وعرابي وحسب الله وعبد العال وواحد تاني اسمه علي محمد كان بيساعدهم في الدفن. كانت دي من المرات النادرة جدا اللي يتم فيها الحكم بالإعدام على ستات في مصر. يوم تنفيذ الإعدام في سجن الحضرة باسكندرية كان يوم مشهود. بيقولوا إن ريا وسكينة واجهوا الموت بشجاعة غريبة، أو يمكن بلا مبالاة، بعد ما عرفوا إن مفيش مفر. انتهت أسطورة ريا وسكينة، العصابة اللي رعبت اسكندرية، بس حكايتهم فضلت عايشة وبقت جزء من التراث الشعبي المصري، واتعمل عنها أفلام ومسلسلات ومسرحيات كتير. لما بنبص على قصة ريا وسكينة من بعيد كده بعد ما عدى عليها أكتر من 100 سنة، بنلاقي نفسنا قدام أسئلة محيرة كتير. هل ريا وسكينة كانوا فعلا مجرمين بالفطرة، ولا الفقر والجهل والظروف الاجتماعية اللي كانت حواليهم وعاشوا فيها هي اللي ودتهم الطريق ده؟ وإيه سر الكاريزما السوداء اللي كانت عندهم واللي خلتهم يقدروا يستدرجوا الضحايا بسهولة ويسيطروا على رجالة أقوياء
زي اللي كانوا معاهم في العصابة. هنا بقى لازم نقف عند نقطة مهمة جدا عملت جدل كبير، وبعض الأعمال الدرامية يمكن روجت ليها. هل رايا وسكينة كان ليهم أي دور وطني ضد الاحتلال الإنجليزي؟ الحقيقة يا صاحبي، وبناء على الوثائق التاريخية الموثقة وتحقيقات النيابة واعترافات أفراد العصابة نفسهم، مفيش أي دليل واحد يدعم فكرة إن رايا وسكينة كانوا بيستهدفوا جنود الاحتلال أو المتعاونين معاهم. يعني إشاعة المقاومة دي يمكن ظهرت عشان الناس تحاول تلاقي مبرر أكبر أو أقل بشاعة للي حصل، أو يمكن بعض الكتاب حبوا يضيفوا بهار وطني على القصة عشان تبقى أكتر دراما وتأثير. لكن التاريخ بيقول كلام تاني خالص. كمان الأعمال الدرامية والسينمائية اللي تناولت قصة رايا وسكينة كان ليها دور كبير جدا في تشكيل صورتهم في أذهان الناس، زي مثلا مسرحية رايا وسكينة الكوميدية الشهيرة بتاعت شادية وسهير البابلي وعبد المنعم مدبولي وأحمد بدير. برغم إنها رائعة فنية، إلا إنها قدمت صورة مخففة وكوميدية لشخصيات كانت في الحقيقة سفاحين بدم بارد. وفيلم رايا وسكينة القديم بتاع أنور وجدي ونجمة إبراهيم وزوزو حمدي وفريد شوقي كان أقرب للواقعية والرعب، وصور بشاعة الجرائم بشكل قوي جدا. ده غير المسلسلات الكتير اللي اتعملت، وكل واحد فيهم حاول يقدم القصة من زاوية مختلفة. الأعمال دي كلها سواء اتفقت أو اختلفت معاها ساهمت في إن قصة رايا وسكينة تفضل عايشة وما تتنسيش، وتفضل تثير فينا نفس الأسئلة عن طبيعة الشر والجريمة والمجتمع. الحقيقة يا جماعة إن مفيش إجابة سهلة للأسئلة دي. رايا وسكينة كانوا مزيج معقد من الشر والذكاء والقسوة، ويمكن كمان اليأس والفقر والجهل. قصتهم بتفكرنا إن الجريمة مش دايما ليها سبب واحد بسيط، وإن الظروف الاجتماعية والاقتصادية ممكن تلعب دور كبير جدا في تشكيل سلوك البني آدمين ودفعهم لطرق ما كانوش ممكن يتخيلوها. لكن ده طبعا ما يبررش أبدا بشاعة الجرائم اللي عملوها، ولا يقلل من وجع أهالي الضحايا اللي راحوا غدر على أيديهم. وفي الآخر عزيزي المستمع، بعد ما قلبنا في صفحات قضية رايا وسكينة المرعبة، وبعد ما شفنا ازاي الشر ممكن يتجسد في صورة بني آدمين عاديين زينا، الواحد لازم ياخد نفس عميق ويفكر هو ايه اللي بيخلي إنسان يتحول لوحش. يمكن كل واحد فينا جواه بذرة خير وبذرة شر، والظروف والتجارب والاختبارات اللي بنعملها في حياتنا هي اللي بتحدد مين فيهم اللي يكبر ويسيطر. رايا وسكينة اختاروا الطريق الشر واستسلموا لضعفهم وجشعهم، فكانت نهايتهم عبرة لكل اللي يفكر يمشي في نفس السكة. المهم إننا ما ننساش إن حتى في أصعب الظروف دايما في اختيار إننا نقاوم الشر اللي جوانا واللي حوالينا، ونتمسك بالخير والإنسانية حتى لو كان التمن غالي. ودي كانت حكايتنا المرعبة النهاردة عزيزي المستمع في نسمة صوت عن رايا وسكينة، الدرس القاسي اللي اتعلمته اسكندرية ومصر كلها. يا رب تكون القصة دي برغم بشاعتها خلتك تفكر معانا في طبيعة النفس البشرية وفي أهمية العدل. ولغاية ما نتقابل في حلقة جاية وقصة جديدة من حكايات التاريخ اللي بتكشف لنا خبايا الدنيا، بنقولك خليك دايما واعي للي حواليك، وقاوم أي وسوسة شريرة ممكن تجيلك. ويا رب يومك يبقى أمان وسلام، وكل ليليك أنس وفرح وسعادة.